ازاي تشغل لعبة ببجي على 120 فريم اذا كان على الموبايل او التابلت حتى لو اخرهم 30 فريم بس. تابع الشرح. طبعا كل الشباب عارفه التابلت ده واكيد مليتوا منه، اللي هو اصلا اخره 40 فريم. ولكن بصوا كده، بعد ما فعلت كل الاعدادات اللي انا بقول عليها، بمجرد ما هخش هنا على الجرافيك بص كده التابلت بيدعم معاك لحد 120 فريم زي ما انت شايف. فيلا نبدا الشرح على موبايل سامسونج A52 اللي اخره بالعافيه 60 فريم. اولا كده هتحمل الثلاث تطبيقات اللي زي ما ظاهرين قدامك دلوقتي، هتحملهم كلهم من سوق بلاي. التطبيق الاول اللي هو 120 FPS وادي صورته، والتطبيق الثاني اللي اسمه شيزوكو ادي برضو اسمه وادي صورته، وادي التطبيق الاخير برضو ادي اسمه وادي صورته. الخطوه الثانيه هتخش عندك على الاعدادات علشان تفعل خيارات المطور. عامة انا مش بنصح بتفعيل خيارات المطور، ولكن طالما انت محتاج منها خدمة فعلها. هتخش عندك على حول الهاتف، وبعد كده معلومات البرنامج، وهتيجي على رقم الاصدار دي تدوس عليها اكتر من 7-8 مرات، وهتدخل النمط بتاعك. هيقول لك تم تفعيل وضع المطور. هترجع بالشكل ده وهتلاقي من تحت ظهر لك خيارات المطور، ولو ما لقيتوش في البحث هنا ابحث عنه هيظهر عندك بالشكل ده. بعد ما تخش عليه هتنزل تحت هنا وتفعل حاجة اسمها تصحيح اخطاء USB بالشكل ده، وهتنزل تحت شوية تاني وتفعل حاجة اسمها تصحيح الأخطاء اللاسلكي بالشكل ده. والخطوة الثالثة انك هتروح لبرنامج الشيزوكو اللي هو ده وتدوس عليه، وبعد كده تدوس على كلمة الاقتران ثم اعداد الاشعارات، وهتفعل الاشعارات زي ما انت شايف وهترجع، وبعد كده تدوس خيارات المطور. وبعد ما يدخلك على خيارات المطور هتنزل شوية تحت لحد ما تروح لخانة تصحيح الاخطاء اللاسلكي وتدوس عليها، وهنا هتدوس على اقران الجهاز باستخدام رمز الامان زي ما انت شايف. هيجيب لك رمز من تحت ومن فوق في نفس الوقت هيجيب لك رسالة تم العثور، فانت هتحفظ الرمز ده وبعد كده تنزل شريط الاشعارات. هتلاقي الرسالة دي هتدوس عليها بالشكل ده وتدوس ادخال رمز الاقتران، وهنا هتكتب الرمز اللي هو جابه لك اللي قلت لك احفظه، وبعد ما تدخل الرمز بالشكل ده تدوس ارسال. هيقول لك تم الاقتران بنجاح. بعد ما يقول لك تم الاقتران بنجاح هترجع وتروح لنفس البرنامج وتدوس بدء التشغيل، وزي ما انت شايف كده بيظبط لك كل حاجة في التليفون وكل حاجة في الالعاب. وبعد ما يخلص زي ما انت شايف ويقول لك يعمل بنجاح هترجع، واخر خطوة هتخش على 90 FPS. وركز معايا اخر خطوة هنا هتدوس على الاختيار الثاني اللي هو شيزوكو نيو، وهتدوس السماح في كل مرة. وبعد ما يفتح معاك البرنامج زي كده هتدوس انلوك 120 FPS وهتدوس يس. وزي ما انت شايف في الحالة دي بيحمل الملفات الأصلية اللي هتشغل لك ال 120 فريم على حق ربنا. وبعد ما يخلص زي ما انت شايف هتدوس لانش جيم، وتعال نجرب اللعبة نشوف بقيت 120 فريم ولا لا. انا هنسرع بس الفيديو شوية علشان نختصر عليكم الموضوع لحد ما اللعبة تفتح. وبعد ما اللعبة فتحت زي ما انتم شايفين على نفس الجهاز اهو، هندخل دلوقتي هنا وثم الاعدادات وهنروح للجرافيك نشوف اللعبة.